مساء الخير الكبيدات، رجعت لكم ان شاء الله فيديو جديد نشارك معكم بيتزا شهيناها في هذا الليل. 4 زلايف ديال الفورص، معلقه كبيره ديال الحليب بودراني ولا حليب عادي، معلقه صغيره ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه مليحه، معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه اولا الفوريه، معلقه صغيره عفوا ديال السكر سنيده، الملحه حسب الذوق، شويه ديال الهريسه هذه اللي كتبان لكم حمراء عندي غبره حتى هي درتها، شويه ديال الزعتر محكوك، نعجنوا الكل بالمدافي ورجعوا لي. هذه هي العجينه ديالي، غادي نغطي عليها فواحد البلاصتي كنخليها حتى تختمر، ندوز نشحر الفليفله والبصيله ونرجع لكم. نطيب على الكبيدات الفليفله والبصيله اللي قطعناها، البصيله والفليفله درتها دوائر، شويه ديال الزعتر مليحه، شويه الزعتر الهريسه بلديه كنشحرهم حتى كيحمر مزيان. وهذه لاصيط ديالنا ها هي كتختار، كنسلقو طماطيش ونطحنوها ونديرو فيها الزعتر، شويه ديال الثومه، شويه ديال السكر سنيده، شويه ديال الملحه، زويته بلديه ومليحه، نخليوها حتى تختار ونطفيو على الكل ونرجعو نشرحو معكم العجين. بعد ما ارتاحت تبارك الله واختمرت غادي نقسموها ونرجعو لكم. كنستعانوا بالفينو الحرش هو اللي كنسرحوا به، نسرحها ونديرها على شكل دوائر ونرجع لكم. بعد ما سرحت لاباط ديالي كنشرطوها بهادي ولا بالفرشيط اللي متوفر عندكم. دابا غادي نديرو لاصوص، بسم الله. لاصوص كتجي رائعه وخاتره. انا درتهم فرديين، تقدروا ديروهم كبار. نعمرهم ونرجع لكم. هنا من بعد ما درنا الفليفله والبصيله اللي مشحره، انا ما متوفرش عندي الزيتون، نتوما تقدروا ديروا الزيتون، درنا الطون ورشيشه ديال الزعتر، ندخلهم حتى يطيبوا ورجعوا. والكبيدات ديالي هذه هي البيتزا ديالي من بعد ما وجدات. شوفوا كيفاش كتجي بحال ديال المطاعم ما شاء الله، لاباط رائعه. كنقطعوها معاكم هكا بهذا الشكل، كتجي احسن من ديال المطاعم ما شاء الله، رائعه. جربوها وردوا عليا وعشيه مباركه.